عارفين القطعة دي؟ أول ما بدأت أشتغل فيها كانت مجرد حتة خرسانة رمادية سادة وملامحها باهتة وما فيهاش أي روح. لو سبتها على حالها ده هتفضل طول عمرها مجرد قالب مصمت ملهوش أي قيمة جمالية. بس عشان تطلع في النهاية تحفة فنية مريحة للعين وتفتح النفس محتاجة وقت ومجهود وصبر طويل، محتاجة تركيز عالي جدا في دمج الألوان وفي حركة الفرشة اللي لازم تكون هادية ومحسوبة بالملي عشان الألوان ما تدخلش في بعضها وتبوظ الرسمة. الحياة بالظبط شبه قطعة الكونكريت دي، كل واحد فينا ربنا اداله لوحته الخاصة وفراغاته اللي محتاجة تتلون وتتصلح. بس المشكلة الحقيقية والوجع اللي بنشوفه حوالينا بيجي منين؟ بيجي لما حد يسيب قطعته الخاصة دي المتربة والرمادية والمهملة ويمسك فرشته ويروح يحشر نفسه في قطعة غيره، عايز يلونها بقى على مزاجه او ينتقد الالوان اللي غيره اختارها لنفسه. اليوم فيه 24 ساعة بس، وطاقتنا النفسية والذهنية كبشر محدودة وليها اخر. لو انت فعلا واخد الموضوع جد ومركز في تفاصيل حياتك، انت بتصلح عيوبك اللي انت ادرى الناس بيها، بتطور من نفسك، بتسعى وراء اكل عيشك، بتبني مستقبلك وبتهتم ببيتك وعيلتك. صدقني مش هتلاقي عندك ثانية واحدة اصلا فاضية تبص فيها على الوان غيرك، ولا هتلاقي طاقة تسأل نفسك هو فلان عمل كده ليه، او فلانة حياتها ماشية ازاي، فلانة جابت ايه النهاردة. الفراغ هو اساس كل الفضول المؤذي في الدنيا. لما بنبطل نشتغل على نفسنا ونبطل نملى الفراغ اللي جوانا، عقلنا تلقائيا بيدور على اي حاجة تانية يهرب ليها، واسهل مهرب هو مراقبة الناس والتدخل في اللي ملناش فيه. بس الحقيقة الصعبة اللي بنهرب منها دايما ان كل دقيقة بنقضيها في مراقبة غيرنا والكلام عليهم هي دقيقة بنسرقها من عمرنا احنا، دقيقة كان ممكن نغير بيها شكل قطعتنا ونخليها اجمد بكتير. الإنسان المشغول بنفسه وبأهدافه هو إنسان غني عن القيل والقال، وغني عن المقارنات اللي بتاكل الروح، وغني عن الصراعات الفاضية. تلوين الخرسانة ده بيعلمني كل يوم إن الجمال محتاج تركيز، والتركيز محتاج هدوء وانعزال تام عن دوشة الناس وتدخلاتهم. عشان كده نصيحة من القلب، امسك فرشتك وركز في علبة ألوانك وابدأ لون تفاصيل حياتك انت، جمل قطعة خرسانتك الخاصة وسد الفراغات اللي جواك، واشغل نفسك بنفسك وسيب الباقي يلونوا حياتهم بالطريقة اللي تريحهم، لأن في النهاية كل واحد فينا هيسلم لوحده لوحده وهيتحاسب عليها لوحده.